قل لي شو بدك مشان اهديك حياتك؟ أنا ما بحب الهدايا، وأنا ما في لي مشكلة معك يا مراد علمدار، بس عطيني عادل وراح روح مثل ما أجيت، والميدان رح يكون فاضي قدامك. يمكن ما حكوا لك عني منيح، حتى لو اجى معلمك ما رح تاخذ رجال مني. مراد علمدار، لا تروح حالك وتروح جماعتك مشان واحد على حفة أبوه. خليني أخذ عادل وأمشي. مين انت لا تقدر تروحنا يا وقح؟ هذا الشاب دربته منيح على فكرة، بس في عنده شوية نواقص. هو ما بيعرف انه لازم ينهي الموضوع بدل ما يعصي اوامرك من دون اي فايدة. لو ما حماك كارة مني يا ابني ما كنت حكيت معي، كنت هلا عم تحكي مع عزرائيل. عبد الحي لهلا بحياته مع صالي اي امر، فلا تتعب حالك بهذا الحكي يا ابو يرز. بس لانك قربت انت وجماعتك من بنتي كنت ناوي اقتلك انت ورجالك من دون ولا كلمه، لكن بما انكم اصدرتوا حكمكم علينا فنحن كمان رح نعمل لك عفو. معك 24 ساعه من هلا لحتى تترك تركيا مشان نسمح لك تضل عايش. مراد علمدار، انت من كل عقلك مفكر حالك بتقدر تقتلني؟ انت عين وحده يا دوبك عم تشوف فيها، مشان هيك رح اشرح لك. فوق عينك المغمضه في بقعه حمراء صغيره، هي البقعه هي شعاع القناصه يلي بايده لكارا يلي متخبي فوق. اذا بدي رح يقتلك بارضك، بكفي اني ارفع ايدي مره ثانيه وبتنتهي. وقفوا وقفوا. ما رح تقدر تقتلني يا مراد علمدار، ما بتليق بنوب بهيبتك، وإلا كنت قتلتني من زمان كتير. انت بتعرف انا تركت لك بنتك عايشة، مشان السبب انت ما رح ترفع ايدك مرة تانية. منيح، طالما بتعرفني لهي الدرجة لازم تعرف اني ما رح اعطيك السيد عادل، فليش عم تعذب حالك من دون فايدة؟ انت عندك اسلوبك يا مراد، وانا في عندي اسلوبي. بحب اني اشوف الزلمة اللي بدي اقتله واطلع بعيونه منيح قبل ما يموت يا مراد علمدار. وانا ما بدي يكون في علي دين لزلمة بدي اقتله، لهذا السبب ما رح اقتلك هلا، ولهذا السبب رح اعطيك فرصة انك تروح بحال سبيلك. بنصحك تنتهز هي الفرصة كثير منيح وتعمل اول شي منيح بحياتك. خلص شغلنا معك. قلت خلص شغلنا يا عبد الحي. أراز، أنا بلشت عصب كتير منهم ها.